السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ عواشركم مبروكه ورمضان كريم ويدخل عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله. هانتوما تشوفوا ان شاء الله غادي نصاوب واحد 2 كيلو ديال السلو. هانتوما تشوفوا عندي هنا الدقيق محمر ومغربلاتو، وعندي هنايا القوقاو، وعندي هنايا بنات المقادير ديال اليوم نتاع السلو. عندي هنايا القوقاو والجنجلان مطحونين، وهنايا هذا اللوز مطحون، وهذا اللوز محيدالو القشره ومقلي في الزيت. وعندي هنايا القرفه، شويه الملح، والزرارع نتاع الكعك 2 معالق ديال الزرارع. وعندي زيت الزيتون، والعسل الحره عندي، والعسل. دابا ما نديرش السكر، ندير غير العسل. يلا نصلي ان شاء الله وغادي نبدي. قولي هذيك. هانتوما تشوفوا البنات، هيا تسلو ما فيهاش كاع شي حاجه، ما فيها لا سكر، فيها العسل الحره، وفيها دابا ما غاديش نديرها مزيته بزاف، غادي نعاود لها في المونيميكس باش تعلق شويه، وان شاء الله حتى التبسيط ديال التقديم ونوريكم. هانتوما تشوفوا البنات، راني دابا ملي خلطت كاع هذيك الحشوه وداك الشيء البنات، راني منين جمعت كاع هذيك سلو، ودابا غادي نعاود لها هنايا في هذا الخلاط ان شاء الله، باش تعلق، ودوك الزرارع كاع كيطلقوا مع بعضهم. هانتوما تشوفوا البنات، ملي عاودت لها الطحين دابا هانتوما تشوفوا تعلكت وما كثرتش الزيت بزاف. دابا درت غير شويه زيت الزيتون باش تبقى هكا، ما تبقاش فيها ليدام بزاف.
وان شاء الله حتى نصوب وغادي شوفوا البنات، هذه هي سلو اللي وجدتها بالنهار، وسلو طبيعيه وما فيهاش المكونات بزاف. راني صوبتها بزيت الزيتون والعسل الحره، شتو في الاول راني رونتها غير ناشفه، منين عاودت لها طحنتها في الخلاط، ودابا طلقت لي طلقت عفوا الزيت. نتمنى تعجبكم هذا السلو، والسلام عليكم، وكنبغيكم بزاف ورمضان